امبارح كان في مشهد شديد القماءة، ومشهد معلش انا استخدم تعبير قاسي شوية، مشهد واطي سياسيا ويعني قليل الحياة أخلاقيا، لكن هو تعبير عن حالة سائدة في مصر الآن. هنشوف الصور دلوقتي اللي في الماتش وهنكتشف ان جمهور الأهلي أو فئة أو مجموعة نشطة من جمهور الأهلي، من الشباب النشط المحب لفرقته والمتعصب ليها، وكل ده وارد ومتاح يعني وموجود في كل الدنيا. لكن المؤسف البائس انه يبقى الجمهور ده كمان جاهل سياسيا. ازاي جاهل سياسيا؟ يعني وجاهل تاريخيا، والناس مغذياه غلط. وانا يعني منزعج من انه كمان المعلومات اللي واصله للجمهور دي معلومات مش دقيقه ومش حقيقيه، وانه لاول مره تلاقي في ملاعب الكره حاله التخوين، يعني حاله التخوين السياسي. التخوين اللي حصل في السياسه، انت عارف عندنا في عالمنا المصري عمله واحده، وجه منها اسمه التكفير ووجه منها اسمه التخوين. ازاي؟ انت لما تختلف في مع اي حد في افكار الدينيه، وتختلف معاه في مفهومه للدين، وفيما تختلف معاه في تفسيره للدين، تبقى انت كافر. ومصر كلها بتكفر مصر التانية، السلفيين والجماعات الإسلامية وغيره، والمسلمين مكفرين الأقباط، والسنة مكفرين الشيعة، كله تكفير. البلد اللي تسود فيها التكفير، اللي انت كافر انت كافر انت كافر لما تختلف معاه، هي نفسها البلد اللي بيسود فيها التخوين. اول ما تختلف سياسيا يبقى انت خاين وعميل، يبقى انت بتاع الامريكان، يبقى انت عميل لايران، يبقى انت عميل مش عارف الفرس، يبقى انت عميل لاسرائيل، يبقى انت طول الوقت الاتهامات بالعماله مع اي مختلف للرأي ووجهة النظر. يجي امبارح في مباراة كرة قدم، الاقي اليافطة يا ريت نطلعها تاني، وهي بتتكلم عن الزمالك وبتطلع اليافطة الأهلوية البائسة اللي بتقول ان الزمالك في مزبلة التاريخ، وبتقول ان الزمالك نادي الانجليز، وبتقول مزبلة التاريخ. طبعا انا في جزء مهم انا سعيد بيه، انه الشباب ده ادرك ان التاريخ حاجة مهمة، وانه الانسان اللي موجود في مزبله التاريخ ده يعني حاجه يعني قمامه، يعني كويس، يعني هو فاهم يعني ايه تاريخ وفاهم اهميته. ده جانب ايجابي. انما نقول ان الزمالك مزبله التاريخ، او وده طبعا شوف على طول وانه نادي الانجليز. وبعدين في صوره ثانيه ملتقطها زملائنا احمد جمعه واحمد حسن امبارح في الاستاد، صوره جايب الصليب من العلم الانجليزي وعملوا على فانيلة الزمالك، على اعتبار وكاتبين يافطة انه نادي الانجليز. طبعا البعض اعتبر انه الصليب ده بقى يعني رمز للفتنة الطائفية ومش عارف ايه، لكن الحقيقة هو واضح انه واخده من العالم الانجليزي، وان احنا بنقول انه نادي الزمالك ده نادي الانجليز والنادي الخاين. فاحنا عندنا كارثة اسمها ان التخوين والطعن في وطنية المصريين وصلت لكرة القدم. طبعا في سفالات أخرى كتيرة سمعناها أيام الصراع الكروي بين مصر والجزائر، وبقى في حالة تخوين لأي حد يقول يا جماعة الجزائر شعب محترم، يا جماعة مش عارف إيه، يبقى أنت ابن 60 في 70 وخائن عميل وحاجات زي كده. طبعا لأن اللي بيدير الحياة الكروية في مصر الحقيقة والإعلام الرياضي في مصر يعني متوسطي الكفاءة ومتوسطي الثقافة. فانتهى الامر ان احنا صدرنا، لان كل شويه اعلام الاهلي قاعد يبغبغ من البغبغانيه، يعني ان هو نادي الوطنيه وانه الزمالك ده نادي الانجليز، فاستقر في قلب الشباب ده انه الاهلي هو نادي الوطنيه، يبقى الزمالك نادي الانجليز ونادي الخونه. وبدا بقى نتكلم دلوقتي كمان في الكوره على ان في نادي وطني ونادي خائن. كلامه طبعا كله كلام محتاج لشبابنا المتحمس والمتعصب واللي تجاوز بالغ في اليوفط دي. على فكرة اليوفط دي بره في المجتمعات المتقدمة المحترمة هيبقى لها عقاب قاسي حقيقي، ولو حصل ده يفطأ ضد مثلا الإسلام أو ضد لاعب مسلم أو ضد فريق عربي في استاد إنجليزي، كانت قامت قيامة وطلعت مظاهرات وهتافات وعايزين حقنا والمش عارف إيه، والغرب الاستعمار
الصليبي والكلام من ده. انما طبعا لانه حصل من الاهلي للزمالك، ثم ان كمان الزمالك اتهزم ونال يعني علقه ساخنه في مباراه الامس، فنتجاوز عن الكلام ده، ويبقى النتيجه 5000 جنيه غرامه للجمهوريه. يمكن حتى يقول لك لافتات مسيئه، مفيش استعباط ولا هبل ولا استهبال قد اللي بيعمله اتحاد الكوره في موقف زي ده، ومفيش تجاهل وتغافل وجهل بيعملوا الاعلام الرياضي قد سكوته على المهزله دي. اللي انا عايز اقول بس للشباب، لانه الحقيقه اذا كان هم مهتمين بالتاريخ فلازم يرجعوا يعرفوا التاريخ بجد. النادي الاهلي اسس سنه 1907، اوكي؟ هم بيقولوا انه نادي المدارس العليا وانه الشباب الوطني هو اللي عمله وبتاع. انا بس عايز اقول لكم انه اذا كان كلمه النادي الاهلي معناها النادي الوطني، طب ما سموهوش النادي الوطني ليه؟ يعني كان الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، ليه ما سموش اللي اسسه الزعيم طبعا مصطفى كامل؟ ليه ما سموهوش النادي الوطني؟ يعني الاهلي هنا جايه من الاهليه، جايه مش جايه من الوطنيه. طيب الحاجه الثانيه انه النادي الاهلي نادي المصريين. طب ايه رايك انه اول رئيس للنادي الاهلي هو مستر ميتشل آنس الانجليزي؟ يا جماعه يعني اللي بتقولوا ان الزمالك اسسوا الانجليز، وهقول لك ان ده غلط مش حقيقي خالص. اول رئيس للنادي الاهلي انجليزي. فين بقى النادي الاهلي والوطني وبتاع المصريين؟ اول رئيس للنادي الاهلي ميتشل آنس، ده رئيس انجليزي استمر قرابه سنتين، اول رئيس للنادي الاهلي. طيب النادي الاهلي وقف عضويه طبعا رئيسه انجليزي، يعني مش نادي للمصريين بس، نادي في انجليز برضه، نادي يضم انجليز ويضم اجانب. ها؟ اول قرار خده النادي الاهلي بمنع عضويه الاجانب في النادي الاهلي كان سنه 1925، يعني بعد 18 سنه من نشأته. يبقى احنا بنتكلم على ان النادي الاهلي مش نادي المصريين. ها؟ خلي بالك انا رايي ان النادي الاهلي نادي عظيم ونادي الزمالك نادي عظيم. انا بتكلم بقى في التاريخ عشان العك اللي احنا بنعكه ده ونقعد نملى دماغ ولادنا. فاحنا حصل لنا عكتين، ملينا دماغ شبابنا واولادنا انه في ناس وطنيين وناس خونه، واللي مختلف معاك واللي بيلعب ضدك في الملعب يبقى خاين عميل، وانه انت ممكن تتهم نادي او تتهم مجموعه او تتهم مصريين بالخيانه كده، هو عادي ببساطه. فاحنا علمناهم كده، وكمان غذيناهم بمعلومات غلط نتيجه مكنه الاعلام السخيفه السقيمه بتاعه النادي الاهلي اللي بتروج لفكره انه النادي الوطنيه والاهلي فوق الجميع والنادي الوطني والنادي ايه والباقيين بتوع الاجانب والانجليز. ولما ترجع للتاريخ اللي بجد اللي موجود في الكتب والوثائق تكتشف دي كذبه كبرى. بقول ان النادي الاهلي نادي اسس من قبل مصريين، اول رئيسه كان انجليزي. ثم النادي الاهلي ما كانش نادي للمصريين فقط، فضل 18 سنه نادي بيدخل عضويه الاجانب. سنه 1925 وقف هذه العضويه. طيب الحاجه الثانيه انه النادي الاهلي هو النادي الوطني والنادي الزمالك هو نادي الملك. طيب خلينا نمشي ورا الهزار ده لاخره. النادي الاهلي سنة 1924 وضع كده النادي الاهلي تحت رعاية الملك فؤاد. الملك فؤاد طبعا اللي هو ابو الملك فاروق. ثم شعار النادي الاهلي كان عبارة عن تاج الملك. يعني ما طلعش بقى النادي الوطنية اللي هو ده يعني، وفي الوقت ده كمان مش الملك رمز الخيانة والعمالة، يعني ده ملك مصر والسودان. فانتهى الامر الى انه ايه؟ قلت لنا انه نادي مصريين فقط؟ لا، أول رئيس له رئيس إنجليزي وأعضاؤه أجانب لغاية 18 سنة من نشأته. طيب قلت لنا إن هو نادي الوطنية في مواجهة الملكية. أولا الملك ما كانش غير وطني أو ما كانش يعني عميل، ولا كان أيامها الملك هو يعني رمز العمالة ولا الخيانة. ومع ذلك النادي الأهلي كان من سنة 29 تحت رعاية الملك فؤاد، ومع ذلك شعار النادي الأهلي كان تاج